قال لك احنا مش مفروض نقيم فيلم برشامه، المفروض فيلم برشامه هو اللي يقيمنا. حلوه. انا في ناس بتقابلني في الشارع مثلا تقول لي جمع كلمه احد ايه؟ تفتكري جمع كلمه احد ايه؟ كذا احد. والله ما احد فيكم هيورد على جنه. طب انا البرشامه مشعري شاب في لجان المنازل دي. يا مستر يا مستر ولا بالله كمان. مساء الخير عليكم، استاذ خالد دياب، استاذه فاتن سعيد. في لعبه هنا اسمها put your finger down. هنقعد نسال اسئله واللي بيعمل، لو انت بتعمل الحاجه دي هتنزل صباع، ما بتعملهاش هتسيب صباعك زي ما هو، لحد ما نشوف كل واحد عمل حاجات غلط قد ايه، خطايا قد ايه في حياته. ماشي. فيقول لك مثلا لا زوغت من المدرسه قبل كده. انت اهلك هيعرفوك. عارفين؟ لا. هم عرفوا. غشيت في امتحان قبل كده. لا عارف اجابه السؤال الاول يقول يلا يا جماعه الصمت ده مقلق. زورت توقيع والدك على الشهاده. صباعين مع بعض. ليه والدك ووالدتك؟ انا في مرتين ما زورتش الشهاده. انا ما عملتهاش بصراحه دي. انا كنت اجبن من ان انا اعمل الحركه دي. اتخانقت مع مدرس او دكتور ماده. عملت كل الخطايا تقريبا. جالك استدعاء ولي امر. جالي شبه استدعاء ولي امر. والدتي كانت مدرسه في المدرسه وكانت ماسكه المكتبه بتاعه المدرسه، فاستدعاء ولي الامر ده بيندهوا لي، بعت حد ينده لها من المكتبه. فانا اعتبره استدعاء ولي امر. نمت قبل امتحان مهم وصحيت متاخر. لا ما عملتهاش. ساكن لي واحد صاحبي اسمه حسن، واكيد هيتفرج علينا وهيفتكر. حسن ده ما كانش بيذاكر خالص يعني. الترم الاولاني جاب ملاحق كتير قوي، فقعدنا بقى معاه وكان شيكو معايا ساعتها، وقعدنا معاه وقلنا له لازم تذاكر، وانت هتبقى ايه قدام، وحياتك هتبقى عامله ازاي، وكلنا هننجح وانت ففعلا الواد الترم التاني ذاكر مذاكره مش عاديه. اول يوم امتحان مش فاكر كان امتحان ايه، اول امتحان طبق لحد الصبح علشان وذاكر مش عادي وقفل المنهج، راحت عليه نومه ما راحش الامتحان. الصغير التاني ان شاء الله يطلع مننا مهندسين ودكاتره بسببك. يعني ده منظر دكتور؟ لا مهندس. شلت ماده شلت طبعا. مره فنون جميله بسم الله ما شاء الله عليا، انا كنت ممتاز. قلت لاهلك انك في الدرس وانت كنت مع صحابك. الاربعه مع بعض. دول الاسئله اللي عندي. انا عملت 6 خطايا. انا 6. انت 9. انا في صوابع رجلي اشتغلت بيها. مين اكتر واحد بيجي متاخر في اللوكيشن؟ انا بصراحه ما كنتش بشوف حد بيتاخر في اللوكيشن. هشام بصراحه ما بيتاخرش فتفوته، ده راجل الالماني. تونه برضو بتيجي ملتزمه التزام رهيب. مين اكتر واحد بينام؟ الراجل اللي بينام في الفيلم، اللي هو كان قاعد اخر ديسك ورا ده. كان بيشتكي من كتر النوم. لان هو دوره انه نايم في الفيلم، وهو كان نايم في الحقيقه فعلا. الراجل ده كان عمل موقف لذيذ جدا، ان هو طول الفيلم مش عارف ينام، فكان بيقعد مقفقف، ولما نبقى عايزين ندخله جوه الفصل بتلاقيه نايم بره، نايم بجد. نايم جوه يا عمو. مين اكتر واحد بيطلب اكل؟ مصطفى غريب طبعا. مصطفى هو اللي غريب. بيقترح علينا اصلا هناخد ايه في البريك وكده. طبعا. مين اكتر واحد بيتعصب في التصوير؟ انا بحس ان انا عصبي. هل انا عصبي بجد؟ والله بسالك. لا بالعكس، انت هادي بتحول كل موقف اصلا حتى لو صعب الموقف مضحك، الموقف دمه خفيف. ده خالد دياب مش عصبي اصلا خالص. بجد؟ لا مش عصبي. بس كده الاسئله بتاعتي خلصت. احكوا لنا موقف في الكواليس كان صعب او كان بيضحك قوي. هو كان بيضحكني حاجه اول، ومصطفى غريب كنا بنقعد نضحك عليها طول الوقت، ان حاتم كان هرينا ضرب في الفيلم، هرينا وبيضربنا بغشامه جدا. ايوه ويخلص المشهد اللي بيضربنا فيه وبيشتكي ان ايده وجعاه. واحنا ما بنفتحش بقنا، فاهم؟ وهو طول الفيلم بيشتكي ان ايده وجعاه من كتر ما هو بيضربنا. حد قال لك ان اسمي نانسي؟
ما انا راجل. انا في موقف بيضحكني اللي هو موقف حضرتك معايا لما كنت دايما اسالك مثلا انا بعمل ايه، فهم نحكي الموقف ده ولا لا؟ دي المفروض ان انا في الفيلم متوتره طول الوقت ومتضايقه ومع نفسي، فدايما كنت مصره في كل مشهد حتى لو انا مش بعمل حاجه قوي او الفصل هو اللي بيتخانق او بيرقص او كده، بروح لاستاذ خالد اقول له وانا بعمل ايه في المشهد ده، فيقول لي انت مع نفسك هنا. هو عايز يخلص منها دلوقتي عشان لحد ما نجيب. فابتدى يبقى فاضل يومين ويخلص الفيلم، فاهم؟ وهي بتساله ايه مع نفسك لغايه ما جابش. انت اكيد ابتديتي تقلقي في صح؟ انت مع ثالث يوم ابتديتي تقلقي. جان في يوم انت اكيد عارف القصه دي، في يوم قالوا لي فاتن منهاره فوق بتعيط، فطلعت فوق اول ما دخلت عليها انهارت من العياط. عارف انت اللي بتشوف، عارف انت اللي هو ماسك نفسي وشفتها عياط هستيري. ايه يا فاتن انا حاسه ان انت مش عارف تاخد مني حاجه، فبناء عليه بتحاول تجندني وتطلعني بره الفيلم. يا بنتي والله ابدا. هو لو صبر القتل على المقتول. وهي عندها شك طول الوقت ان هي قالت هل شالوا دوري؟ ولا هل انا قريت الفيلم غلط وانا انا مش الدور ده؟ ولا انا ساعات كنت بحس ما انا عندي كلام في الفيلم. انا ما بقالي اسبوعين بصور، باجي اقعد ما بقولش حاجه وانا استاذه عارفه عبد الرسول كانت كل ما تقول جمله لازم اعدل عليها، وبقول لها كلمه واحده، فاكرينها ولا لا؟ بطيبه لازم تقوليها بطيبه. بطيبه مسكتها مره وهي بتبرطم، هو ما عندوش غير بطيبه ما عندوش غيرها. ده بس هو خالد هو بيبقى عايز كل حاجه زي ما في دماغه بالظبط. يعني هو مش اللي في دماغه هيحصل وبهدوء. هو جاي يعمل كده هيعمل كده. انتوا ميتين بقى، انتوا ايه ما جاش هنستناه مش عارف ايه حاجه في مشكله في الديكور هتتعمل، بس هو هياخد اللي هو عايزه. انا هاخد اللي هو عايزه. هو اللي بيعصبه ان الحاجه ما تبقاش جايه زي ما هو عايز. ما بشوفوش متعصب برضه، يعني مش بشوفك متعصب. لا ما بشوفوش قوي متعصب. والله مبسوط والله العظيم، لان انا في الحياه العاديه ببقى بتعصب كتير، الحمد لله ان انا بقدر اتماسك اعصابي جوه اللوكيشن. شهاده اعتز بيها. تمام جدا، حلو قوي.